في بيوت ما تتحطش على خرائط جوجل، وبيوت لو فتحت بابها مش كل اللي دخل خرج. والنهاردة هحكي لكم عن بيت كل اللي سكن فيه اختفى، مش مات بس، ده اختفى. ويلا بينا فلنبدأ. 14 في حي هادي في أطراف مدينة طنطا ظهر بيت مهجور فجأة. محدش شاف مين اللي بناه ولا امتى حتى اتبنى، بس في يوم جه راجل غريب اسمه حسين وقرر يسكن فيه. الناس حذرته وقالوله البيت ده بنسمع منه صريخ كل يوم الساعة 3 الفجر. بس حسين ضحك وقال لهم أنا راجل مش بخاف من الحواديت. فأول ليلة كانت عادية خالص، وتاني ليلة سمع صوت خطوات فوق، مع انه ساكن لوحده. طلع ملقاش حد، رجع لقى الباب الشقة مفتوح والهوا بيخبط في الباب لورا وقدام، كأن حد بيجرب يخرج ويتراجع. في الليلة بقى التالتة الساعة 3:07 بالظبط نور البيت كله قطع، وابتدى يسمع صوت خربشة على الحيطة، صوت زي أظافر بتكتب حاجة. ولما ولع الكشاف الموبايل لقى مكتوب على الحيطة بخط كبير احنا لسه ما خلصناش. تاني يوم الناس صحيت لقوا الباب بتاع الأوضة مفتوح وحسين اختفى. بس الغريب إن كان مكتوب على الحيطة هاتوا اللي بعده. ومن ساعتها كل اللي بيحاول يدخل البيت بيقعد ليلة وليلتين وبعدين اسمه بيتشال من الدنيا.